حي الله اللي فانا. وهذه علومنا في شايب العود. وقلنا اليوم نسولف عن العود وطريقة استخدامه اليومية في المناسبات. يسألوني كثير وين خزن العود؟ العود له جوه، خزنه بعلبة محكمة بعيدا عن الرطوبة، ولا تخليه يم ريحة ثانية، تراه يشربها مثل الاسفنج. ويقولون نغسله، لا يا بعد حي، العود يمسح ما ينغسل، خلوه طبيعي مثل ما خلقه الله. ويسألني واحد كم أحط؟ 2 إلى 3 لا تزيد. الطيب ما ينقاس بالكثرة، ينقاس بالأثر. الله لا يخلينا من الوجيه الطيبة، وخلوا ريحتكم دائما زينة وعلومكم أزين. وإذا شميتوا العود تذكروا أن الطيب مو بس ريحة، وسمعة وعشرة الذوق. أنا شايب العود وسوالفي كلها طيب. نشوفكم في الحلقة الجاية. طبتم وطاب فالكم.